ما تيجوا نعمل كده فطيرة، أنا سميتها فطيرة ال10 دقايق. لا هتحتاج لا عجن ولا خبز ولا حتى صواني. دي فويل أنا فرشاه ودهنته سمنة، وده جلاش. حاطة ورقة الجلاش كده نصها لتحت، استخدمت ورقتين كقاعدة ليا. وبعد كده بدأت أحط ورقة ورقة ونصها لتحت وأقفل بالنص ده، بس سايبة مثبتة برضو الورقتين. بعد ما حطيت حوالي 3 ورقات، حطيت بقى طبقة كاستر، وأنا كنت عاملة كاستر ومجهزاه وعاملاه خفيف مش تقيل. وما بين بقى كل ورقة وورقة سمنة، وبقفل نفس الورقة عليها، يعني النص ده بروح اللي بحط عليه بروح قافلة بيه تاني. وبعد حوالي ورقتين كمان ضفتهم، رحت حاطة كاستر تاني وقفلت بورقتين فوقيها، وحطيت كاستر تاني. نسبة بسيطة ما تقلقوش، وسمنة. لازم ما بين كل ورقة وورقة يبقى فيه سمنة بسيطة كده عشان تورق معاكي. بعد كده قفلت بآخر ورقتين عندي، رحت قافلاهم عليهم. وبعدين قفلت الجوانب زي ما انتوا شايفين عشان ما يطلعش مني الكاستر من الفطيرة بتاعتنا، الكاستر. وبعدين رحت قافلاها كده زي المستطيل، وبعدين دهنتها من على الوش سمنة، وقفلت الفويل بتاعي عملته زي الطبق او الصينية كده زي ما انتوا شايفين. ودلوقتي ركنتها وهكمل برضو فطيرة تانية، بس هعملها بالنوتيلا. اللي زي ما انتوا شايفين كده الورق الجلاش انا حطيت برضو القاعدة ورقتين، وبعدين ما بين كل ورقة وورقة بعد كده دهنت سمنة، حطيت حوالي 3 ورقات. وبعدين حطيت طبقة النوتيلا و3 ورقات تانيين، وحطيت طبقة نوتيلا. والورقة يعني بتبقى طبعا نصها لتحت كده، وبرجع اقفل بيها تاني، وبحط سمنة بسيط خالص يعني مش كتير، بس عشان تورق معايا. وبعد كده بقفل بالورقتين اللي انا عاملاهم قاعدة عندي، اللي هما انا حطيتهم اول ورقتين عندي. وبروح مقفلة من الجناب كده، بحيث ان النوتيلا ما تطلعش من الفطيرة. وبعدين هروح قافله الفطيره كده، عاملاها زي المستطيل زي ما انا قلت لكم. ومن على الوش برضو هدهنها سمنه، وهقفل برضو الاطباق كده. وانا مشغله الفرن اوريدي على 180، هحطها على السلك لغايه اما تاخد لون من تحت، وبعدين هشغل الجريل. خدت لون تحفه بصراحه، وزي ما انتوا شايفين مورقه، ويعني شكلها حلو قوي بجد. هقطعها بقى كده مربعات، وانا مجهزه لبن ومحلياه بسيط قوي. هسقيها بقى بعد ما اقطعها كده، هسقيها بقى باللبن كده، مش هحط كتير قوي، يعني النسبه مش كتير زي ما انتوا شايفين، على الفطيرتين وهم سخنين ولسه طالعين. اللبن عادي مش سخن ولا حاجه، اللبن ساقع. وما تحليهوش قوي عشان الكاستر طعمه مسكر، والنوتيلا طبعا مسكرة. وانا كمان هحط كتازين على الوش وطعم برضو. هرش دلوقتي معاكم سكر بودر. هرش كده ازاي بقى، حطيته في المصفى بتاعه الشاي، وبعدين نزلته كده بحيث ان هو ينزل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شكلها تحفة جدا 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 جدا، والله احسن من اللي احنا بنشتريها من عند الفطاطري. اهوت زي ما انتوا شايفين، وسهلة. 10 دقايق فعلا فعلا فعلا، 10 دقايق. ومورقة ازاي زي ما انتوا شايفين. هدوقها بقى، طعمها يا جماعة خطير 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 بجد، يا ريت تجربوها. هي فعلا فطيرة ال10 دقايق، خدتش معايا وقت خالص خالص، والطعم حكاية. طعمها شايفين اللي بالكستر روعة، وخفيفة جدا. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب، ويا ريت بقى تعليق حلو منكم. نشوفكم في فيديو جديد بإذن الله.